مرشح كل الوطن، مرشح كل قلب ينبض بالإيمان والوطنية، فقامة الأخ الرئيس القائد علي عبد الله صالح. أدعو المتنافسين على منصب الرئاسة، أدعو المتنافسين على منصب الرئاسة أن يكونوا حصيفين، أن يكونوا حصيفين في خطابهم السياسي، وأن لا يكذبوا على الجمهور، وأن لا يدوا وعود وهم غير قادرين عليها، هم غير قادرين. إن 2007 إن 2007 2007 و2008 إن شاء الله، وبتكاتف الرجال الأوفياء والمخلصين معنا سوف يتم القضاء تماما على الفقر والقضاء على البطالة. ما شاء الله عليك. ستبدأ السكة الحديد من هنا، من النهر، السكة الحديد التي ستربط الساحل إلى جانب الخط الإسفلتي الساحلي. وها هو الآن جاية شركة صينية أو فرنسية حول إنجاز سكة حديد لنقل البضائع ونقل البشر، وسيكون أخف تكلفة علينا. لقد وجهنا الحكومة وإن شاء الله في الأعوام القادمة سوف نعمل على توزيع الأراضي في المناطق الساحلية والصحراوية للشباب. يا سلام. سوف يتم إنشاء صندوق لتيسير الزواج للشباب والشابات بدعم حكومي، وذلك لتيسير الزواج في كل أنحاء الوطن. ممتاز. عدن خلال 2007 2008 ستكون عدن حاجة ثانية مما هي عليه في الوقت الحاضر. بعدي. والآن العمل ماشي على قدم وساق في مطار جدة الدولي. لا جيد. فمهامنا المستقبلية إن شاء الله القضاء على الفساد ورحيل الفاسدين من أينما جو ومن أي مكان ومن أي قوة سياسية. على إيدك تتعلمنا، على إيدك والله فهمنا، على إيدك تتعلمنا، على إيدك والله فهمنا، على إيدك تتعلمنا. سوف يتم خلال الأعوام القادمة يمننة الوظائف اليمنية في الشركات النفطية العاملة بنسبة 90%. من هو الذي بالنفط بايع مشتري، ومن يتاجر بالحدود ويفتري، ومن يتاجر بالوظائف تفتري، ومن يرمي الشعب ما كان مدري. من هو الذي بالنفط بايع مشتري، ومن يتاجر بالحدود ويفتري، ومن يتاجر بالوظائف تفتري، ومن هو يرمي الشعب ما كان مدري. وسوف يتم إنشاء استاد رياضي في مديرية سقطرى. هنا الجملة أخلع بطال ولا بطال. احنا نوعد سنولد الكهرباء بالطاقة النووية. سنولد الكهرباء بالطاقة النووية. سيقول قائل هذه دعاية انتخابية. أنا عمري ما أعمل دعاية انتخابية، أتكلم ويتبع القول العمل. السيرة الصادق طويل وقال برهانه قوي، ما يقومش يخرج نووي من غير بصر في عصر عصيب، ما لا شوفوا لنا واحد قادر يحرق اليمن واحد قادر. يا حبوب لا تغضب، يا حبوب لا تغضب، يا حبوب 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 لا تغضب، ما فيش لهذا الغضب داعي. حبوب حبوب لا تغضب، ما فيش لهذا الغضب داعي. نسلي هذا الزعل أكثر، أرجوك تشرح لي السبب.